السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة جوجو تاروت، وهنقول النهاردة طاقة برج السرطان بتاريخ 2 في الشهر الجديد. يلا بينا كده يا برج السرطان، تعالوا نشوف طاقتكم ايه النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو، أحلى سرطان. الجمال ده لقاء. رايحين تقابلوا مين يا سرطانات؟ السرطان شايفاه في تقدم في شيء معين في حياته، مركز قوي على نفسك يا سرطان جدا جدا. هنكمل كده. شايفاك خارج من طاقة مش كويسة، يعني انت طالع اصلا من مرحلة كده ما كانتش تمام. خلاص انت مركز على نفسك قوي في فترة. انت محتاج ان انت تشرح اكتر احاسيسك. يعني انا شايفاك يا سرطان عايز دايما تقولي اللي عندك. انت مش حابب السكات، حابب تبوح، حابب تتكلم، حابب تعبر. شايفاك عايز تقول اللي انت ما بتحبوش انا ما بحبكش، وعايز تقول اللي انت بتحبه انا بحبك. في كده موجة من الوضوح جاية في طاقة السرطان. انت ليه كده يا سرطان؟ في ايه اللي جرى؟ السرطان عنده تحول وتغيير في مساره. شايفاك هتستقبل نجاح او تغيير، او انا شايفاك مقبل كده بفرحة على الايام اللي جاية بامر رب العالمين. في حاجة حلوة عندك يا سرطان. اولا كده طاقتك البدايه، يعني كبدايه كده معايا في طاقه عمليه بادئه معايا هنا كده في اول الورق. شايفه ان السرطان شويه دماغه بقت عمليه اكتر. بتفكر شويه في شغلك، في نفسك، في حياتك. شايفه السرطان هنا يعني طاقته شويه عمليه. طب تعالي نكمل كارتين. ماشي. حيره في خطوات انت بتاخدها، ومنتظر شيء من حد. السرطان قاعد مستني طول الوقت حاجه من حد. يا اما انت بعت رساله ومستني عليها رد يا سرطان، يا اما انت منتظر حد يبادر ليك في شيء. في حاجه عندك فيها انتظار هنا، وانتصار، وانت يعني انتظارك بشغف. مش انتظار يعني بس انت بتبان هادي. انت بتبان لي راسي، انت مش راسي. ده انت اكتر برج بتحب الاجواء السعيده، بتحب الهزار، بتحب الضحك، بتحب الخروجات. ما بتحبش تقعد في مكان. الهدوء اللي جالك ده يعني، او الثبات اللي جالك ده ما جالكش من فراغ، لا. ده بسبب طاقة سلبية كانت معاك، وانت بدأت تعود لحالتك الطبيعية تاني. هل الشخص اللي في بالك حالا اللي انت بتسألني عليه دلوقتي وبتقولي طيب ماشي، هو الانتظار بتاعي ده هيكون فيه منه إيجابية يعني، ولا أنا بضيع وقت؟ أنا شايفة إن في حد هنا هيرسل لك شيء يا سرطان. عندك طاقة تعلق بأمر. يعني انت ممكن هنا تكون مصمم ان انت تحقق حاجة. ممكن تكون مصمم ان انت تعمل شيء. في حاجة انت متعلق ان انت تعملها. لا انت طالع لي بوفرة النهاردة، كروتك بتطلع لي يعني انت بالكارت بالاتنين. عندك كلام كتير يا سرطان. شايفة السرطان هنا برغم ان انت بتتخطى وبتتناسى وبتحاول ان انت تبان كويس، انت برضك عندك اعباء. ممكن دي تكون اعباء ماديه، ممكن تكون مسؤوليه زياده شويه، او ممكن انت حامل هم الخطوات اللي انت مقبل عليها، هل هي هتكون رابحه ولا لا. وكمان ممكن دي تكون خطواتك مع الشريك. ممكن التغيير اللي انت منفذه يا سرطان، او التغيير اللي هو عامله معاك، انت خايف لا يكون عواقبه سلبيه مش ايجابيه. ده اللي في بالك بالظبط. انت خايف لا يكون التغيير اللي انتوا عليه في الوقت الحالي يكون هيجلب مشاكل، مش هيجلب صحة للعلاقة. شايفاك قدامي يا سرطان بتحاور نفسك وبتراجع كل التفاصيل ما بينك وما بين نفسك، بس ان انا شايفاك في مرحلة تشافي وتخطي. يعني انا شايفاك مريت باللي انت مريت بيه. ما حدش حس بيك، ما اشتكيتش، ما قلتش، ما عدتش. بس انت الفتره دي بقى عايز تعبر بقى. خلاص انا خلاص مقبل بقى على فتره ان انا عايزه ابطل السكوت اللي عندي ده، وعايزه اتكلم حتى للشريك. انت عايز تقول له على كل حاجه، كل اللي هو سواه انت عايز تواجهه بيه. في بدايات جديده هنا، في ناس هنا عندها بدايات جديده وخطوات جريئه جدا. الشخص ده بيبص عليك قوي، و يعني انتوا في ناس هنا حاطه لي طاقه ناس منفصله.
في ناس منفصله هنا، او في ناس هنا، او الشخص اللي انت حاطط طاقتك عليه يا سرطان ممكن يكون كراش على فكره، لان انا حاسه بفواصل بينك وبينه، يا اما هو متباعد يا اما الشخص ده كراش يعني لسه ما اعترفلكش بحبه بس عينه عليك قوي. متابعك في صمت، بس في بدايات جديده بينك وبين الشخص اللي انت حاطط عليه نيتك عليه ايا كان مين هو بقى. انت هنا عندك افكار مش عارف تطلعها من عقلك، ذكريات مش ظريفه لاحداث ما، مش شرط يكون للشريك بس ممكن يكون في مسار العيله او حاجه. في ناس هنا ممكن تكون طالعه منطقه انفصال، في ناس ممكن تكون كانت متجوزه وانفصلت، او داخله على مرحله جديده في حياتها، في لم شمل هنا تاني بس مش للشخص اللي انت كنت معاه. ممكن يكون دي بدايات جديده ان الشخص او السرطان هنا هيتجوز جوازه جديده، او انت داخل على علاقه جديده في لم شمل فيها. يعني ممكن انت سرطان مقبل على علاقه هيكون نهايتها جواز، او ممكن العلاقه اللي انت فيها دي بعد كل اللي بيحصل ده ممكن تنتهي بجواز. ممكن ده انت بتفكر فيه اصلا، ممكن تكون دي افكارك، ممكن انت بتقول انا عايز الموضوع ينتهي بجواز، انا ما عمش عايز الموضوع كده. بس للبعض هنا في ناس شافت في علاقاتها يعني امور صعبه جدا، في ناس ممكن حضرت بلوكات، في ناس خدت من الشخص ده تفاصيل لامور غريبه انت ممكن حسيت منه في وقت من الاوقات انه بيتسلى بيك يا سرطان. وفي ناس هنا علاقتها مش واخده المسار، يعني الظروف هي اللي بتحكم عليهم ان هم يبعدوا عن بعض. ممكن يكون كمان السرطان عنده شك في الشريك، ودايما حاسس ان هو مداري عليك حاجه يا سرطان، يا اما الشريك اللي شاكك فيك يا سرطان، في شك في علاقتك وفي غيره، وشايفه فيه كمان تقلب مزاج جامد جدا، مش عارفه منك ولا منه. هو ده اللي سبب التور، وده اللي سبب المشاكل الفتره اللي فاتت. انت حسيت ان انت في علاقه مش سويه، مش مدياك اللي انت عايزه، مريت بايام مش كويسه، بس انا شايفاك مقبل على ايام فيها وفره. والشخص ده انا شايفاه يعني كان دايما طول الوقت مرتدي قناع مع السرطان، كانش طول الوقت عايز يقول بمشاعره، مش عايز يكون حقيقي. السرطان بيحب الاجواء اللي فيها سعاده، ملوش هو في جو النكد والمشاكل بيمل بسرعه، بيزهق. بيحب دايما الشخص اللي معاه يكون فرفوش كده، يعني انت السرطان دايما هو كده، وزعلك وحش سرطان برضو. انا شايفه فيه هنا تواصل، لا هنا في حاجه حلوه مع السرطان. الشخص ده على فكره متغير عنك في حاجه، في حاجه ما بينك وما بينه، يا انت في متغير عنه في حاجه، يا اما في فرق بينك وبينه في حاجه. في حاجه هنا في علاقه السرطان، في فروق ممكن تكون هي السبب اللي في الاختلاف ده. وبعدين انا شايفه في حد فيكم شايف ان التاني معاه طرف، يعني انا شايفه ان في حد، او ممكن يكون حصل مشكله بسبب غيره. شخص فيكم ممكن تكون معاملاته مثلا لو هو راجل، لو شريك السرطان راجل، ممكن شريك السرطان لو هو راجل مثلا هي عندها شكوك فيه، او ست السرطان الراجل هو عنده شكوك فيها، مش عارفه في حاجه كده. فانا شايفه في حاجه من القبيل ده هنا، ويمكن ده اللي السبب في ده. وشايفه في ناس حواليكم يعني مش محضرهم خير صراحه، في ناس كده بتحب ان هي تعمل وش، او تشوفك كسرطان محتار، او مش عايزين يشوفك في المود اللي انت فيه حاليا، طاقه العلاقه بتاعتك كسرطان. انا شايفاك داخل على فتره انت بتزق بقى خلاص الايام التقيله الرخمه دي، وشايفاك داخل على اوقات حلوه. اما كماديا انت في عندك مبلغ مادي هنا جاي لك حلو جدا، هو يعني مش هنقول بوقت كبير، لا وقت بسيط، لان الطاقه حصريه. عندك حيره وانتظار، والشريك تقريبا طول الوقت حاطك في طاقه الانتظار دي. يعني انا شايفه السرطان طول الوقت قاعد محتار، هو نظرته ليك ان انت حد يعني عايز كل حاجه بسرعه، بيقول هو ليه دايما بيحكم عليا بالطريقه دي. هو يعني انا شايفه ان هو ما بيقولش دايما ان هو غلط، او الشريك ده يا سرطان مش بيعترف ان هو بيعمل حاجه غلط معاك، فده دايما اللي عامل قلق ما بينك وبينه. انت عايز يقول له مره، يعني انت عايزك يجي لك مره يقول لك معلش انا عملت كذا، لا انا شايفاه ما بيعتذرش، وده اكبر سبب بيخلي السرطان هنا ما بيحاولش. طيب تعالوا هنا نشوف الشخص اللي في بالك ده يا سرطان، عايز يقول لك ايه افكار وكده. نسحب كام كارت من عقله، نشوف كده ايه مدى العلاقه، بيفكر في ايه، نظرته اتجاهك عامله ازاي. يلا بينا كده، يلا بينا. انا اتخذت الكثير من مره ومن اكتر من شخص،
بقى عندي مشاكل يعني بقول لك انا خدت تجارب قبلك وطالع بعدم ثقه. نفسي في بدايه جديده معاك. الشخص ده هيرجع على فكره. ما ينفعش امشي مع غيرك. يعني في بيقول لك انا شايفك انت المناسب ليا، حتى لو ما بينش ده على فكره. خايف تكون كملت مع غير الشخص ده. انا بقول في شكوك في علاقتك يا سرطان. المشكله مش فيك، المشكله عندي. الشخص ده شايف ان هو اللي افور في العلاقه. انا مش متعود على اني انحب. هو يمكن طالع من علاقات وحشه، او الشخص ده منفصل او خارج من علاقه او حاجه. انا لقيت نفسي لما لقيتك الشخص ده لقى حاجات كتير منطبقه معاك انت وهو، في كاريزما ما بينكم، يعني مخليه العلاقه واخده مسار حلو قوي. فانا شايفه السرطان الفتره اللي جايه في حاجه حلوه معاه، مع الشخص ده، ايا كان بقى كراش انت معاه. في ناس معاكوا هنا، في هنا بدايات كتيره، حتى في ناس منفصله وراجعه بطاقه جديده. يعني في ناس هنا عندها ارتباط جديد، انفصلت وراجعه على طاقه جديده. طيب رسالتك ايه هنا؟ بيقول لك سوف ترشدك البوصله. يعني انت عندك الفتره اللي جايه اشارات هتوجهك. السرطان عنده اشارات قويه جدا، واحساسك، وممكن دي تكون روحانياتك اللي هتبلغك. احساسك العالي، حدثك عالي جدا 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 يا سرطان. ويمكن اللي بتستشعره بتحسه كده، بتبص تلاقيه حصل قدامك. طاقتك روحانيه عاليه، واحساسك عالي جدا جدا جدا. ويمكن هو ده اللي الفتره دي مخليك في طاقه تشافي، ان انت حاسس ان في حاجه حلوه جايه لك. طيب بالنسبه هنا للملائكه رايها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا كده نسحب كارت من الملائكة. بسم الله. لا تقلق من الحب انه بامان. افتح قلبك لتعطي المستقبل طاقة الله بقى. لا 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 لا، السرطان بقى يا سرطان يا جماله. في طاقة امل حلوة قوي، وفي ابواب حلوة قوي جايه لك الفترة اللي جايه، فابشر بيها. احلى سرطان في الدنيا. كنتم في قناة جوجو تاروت، نورتوني.